هاي عن جديد معكم مودي الشامي. اليوم بدي اشرح لكم عن دواء الكولاجين اللي هو السوبر كولاجين. الكولاجين هو بروتين موجود بالجسم بكميات كبيرة، وخصوصا بالجلد. هو حوالي 70% من الجلد الإنسان هو من الكولاجين. مشان هيك بنصح او بينصحوا انه الواحد يجيب الكولاجين وياخده. راح اشرح هلا بشكل سريع عن فوائد الكولاجين. اول شيء فوائد الكولاجين بالنسبة للدواء اللي انا جايبه، هو عبارة عن علبة حقها حوالي $50. طبعا بتختلف من بلد لبلد التسعيرة، واحيانا بيكون في عروض ممكن تكون ارخص، واحيانا في نوعيات بتكون اغلى. السوبر كولاجين مثل هي الصورة، هي صورة العلبة، هي العلبة بالمعنى الأصح. هو عنده عدة فوائد. أنا صار لي تقريبا حوالي الشهر عم استخدمه، فيه فوائد كتير كبيرة لقيتها، ومثل ما مكتوب يعني هون كاتبين فوائد الدواء. أول شي بقوي الشعر. اللي لاحظته أنا كان شعري كتير 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 خفيف. هلا صار في عندي شعر عم يطلع. من أول ما استخدمت الدواء صار في عندي شعر قصير، هلا بلش يطلع، يعني إنه صار يطلع الشعر وعم بقوي لي إياه. في عند للجلد للبشرة كتير، إذا بتلاحظوا في لمعة صارت ببشرتي، وبنفخ الوش شوي وبجدد البشرة. كانت بشرتي كتير تعبانة من قبل، هلا عم بجدد لي خلايا البشرة وبيساعد. هو بشكل عام الكولاجين إذا في تجاعيد بالبشرة بشد بنسبة كبيرة كتير منيحة، وبيجدد خلايا البشرة. إذا في تصبغات، إذا في أي شيء مشاكل بشرة كلها بجددها، لأنه هو بيعمل على التجديد وإذا في تجاعيد أو خطوط كلها بيشيلها كمان. كتير منيح للبشرة، أنا بنصح فيه لأنه بشرتي كتير يعني هلا يمكن على الإضاءة ما مبينة كتير، بس أنا بالنسبة إلي لما عم فيق الصبح عم غسل وكذا عم لاحظ فرق كتير. البشرة من أول ما صرت استخدم الكولاجين فرقت عن قبل ما استخدم الكولاجين. بالنسبة للأظافر كتير كمان الكولاجين منيح. كان عندي أظافري من قبل، هلا هن قصار وحاطط لهم مناكير ما حيبينوا. بس بشكل عام بقوي الأظافر. أنا كان أظافري تكسروا من قبل، حاليا صاروا قوايا ما عاد تكسروا مثل قبل. الكولاجين كمان بفيد العظم، عظام الجسم بقويها، والمفاصل كمان. كتير منيح لهالاشياء. هلا بالنسبة لطريقة الاستخدام، هلا هن مثل ما كاتبين اول ما جبت العلبة. هاي العلبة فيها حوالي 250 حبة. خليني افرجيكم اياهم من جوا. نفتح العلبة، في قطنة، ما بعرف ليش حاطين القطنة. هاي الحبوب جوا. حبة ما كتير كبيرة، صغيرة يعني. آه انا اول ما جبت العلبة مكتوب عليها الواحد. انا قريت اول شي عن الدواء، كنت متردد اني اخده، لانه خفت تضرني او يسبب لي مشاكل، خصوصا انه مثل مو كاتبين على العلبة ومثل ما حاكين الناس انه كل يوم الواحد ياخذ حوالي 6 حبات، سوري. 6 حبات يعني كمية كبيرة. أنا خفت منها بالبداية، قلت إنه 6 حبات ممكن تضرني، تسبب لي أعراض جانبية. وكمان اللي انصدمت فيه إنه أول ما مكتوب هون إنه لازم الواحد ياخده على معدة فاضية. فكمان هاي النقطة كمان كانت مخوفتني بالبداية. خفت لأنه إذا عندي مشاكل بمعدتي أو كذا تسبب لي مشاكل زيادة، أو تسبب لي أضرار. كنت خايف من هالموضوع هاد. فلا، بس ما كان في اي مشاكل. الدواء كتير منيح حتى لو اخذناه على الريق على بدون معدة فاضية، حتى لو ما اكلنا اصلا بالاساسا. بضله ما بيأثر على المعدة الواحد، ما بضره نهائيا يعني للمعدة. وفي انا عم اخذته كل يوم، عم اخذ حبتين الصبح، حبتين الظهر، حبتين المساء، يعني 6 حبات التوتال. كتير انا بنصح فيه. طبعا هو بيعتمد هلا انه اعراض جانبيه، ما له اعراض جانبيه غير انه انحاف، ممكن يسمن شوي. هلا انا شخصيا لاني نحيف سمنت شوي، ايه فرق يعني. صرت لما اوقف على الميزان آه، وزني زايد، بس مو كتير انه فرق كتير. جسمي تعبى شوي، ايه مزبوط. وشي تعبى كمان، تنفخ وشي شوي. هلا انا صح صح اني حاطط ابر كولاجين بوشي، بس كمان الدواء نفخ لي اياهم شوي لخدودي. أه الجسم كمان ملالي جسمي شوي، انه بيعطي شوية صحة. بس انه اذا واحد سمين كتير وبده ياخذ الدواء يمكن يصير عنده كرش او يسمن. فمشان هيك اللي بده يجرب الدواء يضله ياخذ منه. اذا حس انه في نص السمن كتير يوقف الدواء. هو انا كتير بنصح فيه، الدواء كتير ممتاز وكتير مفيد للبشرة. برجع بذكر كتير انا بنصح فيه.
ما حطول عليكم اكثر من هيك. اذا عندكم استفسارات او اسئله على الدواء فيكم تكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات وانا بجاوب على الكل. شكرا كثير لكم. تابعوا فيديوهاتي الجديدة اللي راح تنزل على قناتي لحتى اشرح لكم عن اجدد الادوية والاغراض اللي ممكن تساعدكم بجمالكم وتظبيط ستايلاتكم. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشير. باي. مودي الشامي.